أهلا بكم. أنا محمد حسن ودي قناتي على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم ومفيد جدا، وهو إزاي نستخرج اليوم والساعة والشهر من التاريخ اللي ظاهر قدامنا حاليا. ده هيكون باستخدام معادلة تكست. معادلة تكست هي معادلة في الإكسل بتساعدنا نحول أي قيمة لتنسيق نصي زي ما احنا عايزين. ده بيساعدنا نطلع معلومات محددة زي اليوم والشهر والساعة من التاريخ. علشان نقدر نطبق معادلة تكست بشكل صحيح لازم نتأكد إن عندنا عمود فيه تواريخ. هنستخدم العمود ده علشان نستخرج منه اليوم والشهر والساعة. طيب، كتابة المعادلات. هنكتب مع بعض المعادلات خطوة خطوة. في البداية هنعمل عمود جديد وهنكتب الشهر. هنيجي في الخلية الأولى وهنكتب يساوي تكست. في الفاليو هنختار الخلية B2 وهنعمل الفاصلة وعلامة تنصيص، وفي الفورمات تكست هنكتب حرف الM وهنقفل علامات التنصيص وهنقفل القوس وهنضغط على زرار انتر. ظهر معايا الشهر ولكن كرقم، شهر 9، شهر 1، شهر 10، وهكذا. طيب، لو جيت في الفورمات تكست وكتبت 2M وضغطت انتر هيكتب الشهر ولكن بإضافة 0، يعني 0 9 0 1 10 10 8 وهكذا زي ما احنا شايفين حاليا. طيب، لو كتبت 3M هيظهر الشهر بالحروف سبتمبر أكتوبر ولكن بشكل مختصر. لو كتبت 4M هيظهر الشهر ولكن بالحروف كلها، الاسم كامل، سبتمبر كاملة وأكتوبر كاملة، فزي ما هو ظاهر قدامنا حاليا. طيب، احنا كده ضفنا الشهر. ازاي بقى نضيف اليوم؟ بنفس الطريقة بالظبط ولكن مع تعديل الفورمات تكست. هنكتب يساوي تكست، هنحدد الخلية B2 والفاصلة وعلامة التنصيص وهنكتب حرف D. ظهر معايا اليوم بالأرقام، يوم 18، يوم 21، يوم 12، 18 في الشهر، 21 في شهر يناير وهكذا. طيب، لو ضفت دي تانية ما اختلفتش كتير. لو ضفت 3 ظهر معايا اليوم ولكن بشكل مختصر. الدي الرابعة هتظهر اليوم بشكل كامل. طيب، ازاي نعمل الكلام ده مع الساعة؟ نفس استخدام ده للتكست. ممكن اخد المعادلة كوبي واجي في الخلية هنا وهضغط انتر ولكن هشيل حرف الدي وطبعا هنكتب حرف الاتش اللي هي اختصار كلمة اور اللي هي ساعة. زي ما احنا شايفين حاليا ظهر بشكل الساعة 12، الساعة 12، الساعة 8. لو ضفت اتش تانية تظهر 2. لو ضفت اتش تالتة، اضافة اتش هنا مش هتفرق كتير، مهما ضفت اتش بعد الاتش الرابعة مش هتفرق، فهنكتفي بالاتش رقم 2 او 3. خلينا نكتفي بالاتش رقم 2. طيب، هل ممكن اضيف معاهم السنة كمان؟ طيب، بنفس الطريقة هناخد المعادلة هنا كوبي وهاجي في الخلية هنا وهضغط على الاتش وهغيرها واخليها حرف الواي. خلاص فهمنا الفكرة بقى. فلو ضفت واي تانية، لو ضفت واي تالتة وهكذا، يبقى من التاريخ اللي ظهر قدامنا دلوقتي قدرت ان انا اجيب الشهر واليوم والساعة وكمان اضفنا عليهم السنة. المعادلة دي هتفيدك جدا لو بتتعامل مع تواريخ كتير وعايز تستخرج منها معلومات محددة. الموضوع سهل وبسيط وبيوفر وقت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال او تعليق اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.